رجل سوداني ضعيف على سيكل في جدة. الرجال يعني يلقط رزقه منا ومنا. في يوم من الأيام ماشي بسيكله وبيطلع الشارع وإذا برجل لف عليه بالسيارة وصدمه. الصدمة ما كانت قوية، يعني اصطدمه ثم سقط هذا السوداني على الأرض. يعني رجل في منتصف العمر في الخمسينات كذا. نزل صاحب السيارة، طبعا صاحب السيارة من أهل جدة سعودي، رجل معطيه الله جسم ومعطيه بنية، فرجل نزل معصب يزمجر يسب ويلعن وكذا. ثم جاء عنده انت ما تشوف، ومن شدة عصيبته وغضبه ضرب هذا السوداني على وجهه ضربة قوية. يقول يعني كنت افقد البصر بسبب قوة الضربة. يقول ما قدرت ارد عليه، جسمه ضخم، قوته قوية، ما قدرت ارد الظلم عن نفسي لاني انا ضعيف الله وداي استرزق. فرفعت راسي وعيوني يعني غرقانه بالدموع، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ان كنت انا ظالمك فالله ينتقم مني، وان كنت انت ظالمني الله ينتقم منك عاجلا غير آجل. يقول مستمر هو يسب ويلعن ويتجاوز علي. يقول اخذت سيكلي وركبته ومشيت. ثم مرت الايام. يقول في يوم من الايام وانا عند حلقه الغنم اللي هي منطقه بيع الاغنام وجنبها يكون المسلخ، يقولوا على سيكل، يقول واذا برجال يكلمني من خلفي السلام عليكم. يقول التفت عليه قلت عليكم السلام. يقول قاعد يطالع فيني، قال كيف حالك؟ الحمد لله. قال يا اخي عندي خروفين ابغى اخذهن للمصلخ اذبحهن، تشيلهن؟ قال نعم اشيلهن. كم تشيلهن؟ قال خلاص ما في مشكله. يقول شلت الخروفين وهو يمشي قدامي وانا امشي وراه لين وصلنا للمسلخ. المسلخ ما هو بعيد يعني. يقول نزلت الخروفين ثم اعطاني فلوسي. لما جيت امشي قال لحظه تعرفتني؟ يقول قلت لا ما عرفتك. قال انا اللي قبل شهور صدمتك في المكان الفلاني وسبيتك ولعنتك وضربتك على وجهك ضربه قويه وانت كنت تدعي علي. تدري انا لي قعدت 15 يوم اهين في شوارع جده ادورك؟ قال ليه؟ قال تدري بعد يوم من دعائك علي لما قلت عاجلا غير آجل، تدري بعد يوم حصل لي حادث مع عيالي وماتوا 2 من عيالي وفقدت السيارة وخسرت خسارة عظيمة بعيالي اللي ماتوا. الحين أنا طالبك طلبة، أرجوك أحب راسك، أقبل أقدامك، سامحني، أرجوك سامحني. إن بغيت تضربني اضربني بأي وسيلة تبغاها، أرجوك حللني. وإذا كانت هذه عقوبة الدنيا من الله سبحانه وتعالى، أجل كيف عقوبة الآخرة؟ شيء شفته بعيني. يقول لما شفته بهذا الحال قلت الله يسامحك، الله يسامحك.